السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. مبدئيا عايز اشكركم على كم الدعوات اللي انتوا بعتوها لي في الكومنتس. يعني ربنا يا رب يجازيكم خير. وحقيقي يعني الواحد مش محتاج قد دعوة صادقة طالعة باخلاص. فربنا يبارك لكم، وربنا يا رب ينفع بينا ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويجمعنا في الجنة يا رب ان شاء الله. للي اول مره يشوفني، فانا اخوك محمد حجاج، برودكت ديزاينر واوبسيسد بحاجات كتير قوي، منهم المنتورنج وصناعه الفاليو، وده سبب وجودي على السوشيال ميديا يعني. وبتوفيق من ربنا عملت فيديو باسم اتعلم ازاي تتكلم باي لغه وخصوصا الانجليزي. وفي الفيديو ده ان شاء الله هجاوب على كل الاسئله اللي وصلتني عليه، مع العلم ان انا اوريدي مجاوب لكل اصحاب الاسئله ديت الا يمكن سؤالين او ثلاثه بس قلت اجاوبهم هنا في الفيديو. طيب هو انا طالما جاوبت على الاسئله ديت انا طالع اجاوبها تاني ليه؟ لان الهدف بتاعي هو ان احنا كلنا نستفاد من بعض على قد ما نقدر، وكمان لان بعض الاسئله ديت هي جات لي بره يوتيوب، فبالتالي اغلب الناس اللي على يوتيوب مش هيبقى عندها اكسس ان هي تشوفها اصلا. الحاجه التانيه وهي ان انا فكرت في طلبكم بخصوص ان انا اشارك معاكم تفاصيل اكتر عن مثلا ازاي نذاكر، إيه المصادر اللي احنا نذاكر منها، ازاي نطبق اللي انا ذكرته في فيديو الفيديو الاساسي بتاعنا اللي هو زي الاكتيف ليسننج والفاست بروسيسنج والشادوينج واللينكينج وكل التفاصيل ديت، ازاي نقدر نطبق الويز دي بافضل طريقه ممكنه عشان نطلع بافضل نتيجه ملموسه. فانا قررت وعملت الحمد لله سلسله باسم رحلتي في الانجليش، هتلاقوها ظهرت دلوقتي في القناه. هبدا اشارك فيها معاكم كل اللي انتم محتاجينه ان شاء الله، وربنا يقدرني ويوفقني فيها. ونفس الفكره بفكر اعملها لاخواتنا اللي سالوا على بريبلي او ازاي يبداوا بالتدريس او المنتورنج بشكل عام، ولكن ابقى صادق معاكم لسه ما خدتش قرار يعني، فنعمل صف الاستخاره بتاعتنا في الحوار ده كده وناخد قرارنا ان شاء الله. الكام يوم اللي فاتوا دول يا شباب انا قعدت حاولت احلل كل الكومنتس بتاعتكم واشوف واربط كل المشاكل اللي انتوا بتواجهوها في تعلم اللغه حاليا. والغريب واللي انا يعني متوقعه ان كل المشاكل اللي انتوا بتواجهوها هي مرتبطه ببعض، ومرتبطه كلها بمشكله واحده، وهقول لكم حلها ايه دلوقتي. المشكله ديت يا شباب هي السيستم اللي احنا بنمشي عليه في تعلم اللغه، واللي انا كنت واحد زيكم في يوم من الايام كنت ماشي على سيستم غلط. خلينا نكون صراحه مع بعض يا جماعه، ولا ذكائكم ولا ان انتم ما عندكوش وقت مثلا للتعلم، ولا مثلا ان اللغه دي صعبه شويتين ثلاثه. يعني انا واحد من الناس بتعلم صيني، يعني اللي هي بتتقال في العالم ان دي اصعب لغه في العالم، ولكن انا بالنسبه لي دي اتفه لغه في العالم. ومش بتفه من الشعب الصيني ولا حاجه، ولكن انا بتفه من العمق بتاع اللغه. اللغه الصينيه تافهه جدا. جميل. نيجي بقى للانجليش. مش عايز اصدمكم والله واقول لكم ان الانجليش كمان اسهل من العربي واسهل من الصيني. هتقول لي يا عم ملك ازاي يعني؟ هقول لك تعال نبص لها ببساطه. لو انت جاي تتعلم سواقه عربيه ورحت اتعلمت في مدرسه او اتعلمت عند واحد صاحبك او اي حاجه، ولكن لقيت الموضوع صعب جدا جدا جدا، في الاغلب بيبقى السبب كام حاجه. يا اما العربيه نفسها انت بتتعلم على مثلا عربيه مانيوال خلاص، والعربيات دي انقرضت اصلا، مفيش حد بيتعلم على عربيه مانيوال، او حتى بيركب عربيه مانيوال. انا عارف ان هي موجوده يا جماعه بس انا بديكم مثال. او الشخص اللي بيعلمك هو نفسه اسلوبه مش افضل حاجه، فانت بتتقفل من من التعلم ككل. او والاخطر بقى هو كتر المدارس اللي بتعلم سواقه العربيه، وكتر السواقين اللي ممكن يعلموك، وكتر انواع العربيات وانت مش عارف تبدا باي نوع عربيه. ده بالظبط اللي حاصل معانا في الانجليش او في اي لغه انت حابب تتعلمها. انت لما تيجي تقرر عايز تتعلم لغه وخصوصا الانجليش، انت المفروض تمشي بسيستم. بتقول طب خلاص مفيش مشكله، ايه السيستم اللي نمشي عليه؟ بتلاقي كل واحد طالع لك بفكره سيستم مختلفه. اللي يقول لك ركز على الجرامر، وواحد تاني على طول جنبه على طول بيقول لك لا 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 اوعى تركز على الجرامر. واحد تاني بيقول لك اهم حاجه الليسننج والسبيكنج. واحد تاني بيقول لك الليسننج والسبيكنج كده كده هيجوا معاك، فانت كده هتنسى الريدنج والرايتنج. فكل واحد بيتكلم بوجهه نظره هو، لكن نادر قوي نادر قوي اللي انتوا هتلاقوا حد بيتكلم بطريقه علميه وعمليه في نفس الوقت. وابقى صادق معاكم، اكتر اتنين انا شفتهم بيتكلموا بشكل علمي وعملي هو استاذنا وحبيبنا استاذ ابراهيم عادل، وواحد تاني اسمه اي جي هوج، وهنتكلم عنه في الفيديو ده ان شاء الله. الاتنين دول انا اتعلمت منهم جدا فوق ما انتم متخيلين.
ولحد الان انا مستمر مع اي جي هوج لاني حسيته مناسب ليا ولشخصيتي اكتر، خصوصا ان انا شخص يعني انا عندي ADHD وعندي طاقه زياده عن اللزوم شويه، فببقى عايز اطلع الطاقه ديت في حاجات او اكتيفيتيز مختلفه في تعلم اللغه نفسها. فده ساعدني بصراحه، او اي جي هوج ساعدني ان انا اعمل ده واعرف اوظف الطاقه بتاعتي والحاجات المجنونه اللي بتيجي في دماغي ان انا ممكن اعملها باللغه بطريقه حلوه وممتعه، وتحسوها كده انها عمليه. انا ممكن اعمل الكلام ده في الحياه اليوميه عادي جدا يعني. فاهمين قصدي؟ فاللي عايز اقوله يعني انه السيستم اللي احنا كلنا كنا ماشيين بيه وانتوا دلوقتي للاسف انتوا فيه ومحتاجين تطلعوا منه، هو السيستم التقليدي بتاع تعلم اللغات، اللي هو بيعاملك على اساس ان انت مكنه بتخزن جرامر وبتخزن كلمات. وسبحان الله هو نفس السيستم اللي لما تيجي تحاول انك تتكلم هو نفس السيستم ده اللي بيبخر لك كل المعلومات وكل الكلمات اللي هو قال لك انك محتاج تحفظها، وكل الجرامر رولز اللي قال لك ان انت محتاج تركز عليها. هو نفسه، وبيخليك قدام اي حد بيتكلم انجلش مربوط اللسان، وبيخليك مش عارف تعبر ولو على حاجة بسيطة جدا. فتعال نقول بسم الله ونبدأ نحلل ونكسر العقد والمشاكل اللي انتوا حاليا بتواجهوها. انا بس جايب اللاب معايا دلوقتي بحيث اقدر افتكر الاسئله ونقراهم مع بعض، وكمان عامل رؤوس اقلام لكل سؤال. فيعني اعذروني انا مش محضر سكريبت، مش محضر اي حاجه، انا برتجل، فاعذروني لو حصل تقصير مني او حصل مثلا اجابات ما كانتش كامله او اي حاجه شبه كده. يعني انا برضو بني ادم في الاول في الاخر، فحققوا عليا يعني. فيلا بينا. طيب خلينا نبدا باول جزء، وهو اكبر مشكله بتواجهنا كلنا لما بنيجي نقرر نتعلم لغه، وهو التشتت وصعوبه البدايه. يعني احنا بنبقى تايهين من كتر كل القنوات اللي احنا ممكن نتعلم منها، مع كتر المصادر اللي موجوده قدامنا، اللي من يعني اكاديميات كتيره او كورسات كتيره او ناس كتيره بتتكلم بكلام متضارب مع بعضه. طيب خلينا كده يعني نكسر المشكله ديت ونحللها مع بعض. تمام؟ معايا يعني اكتر من سؤال جه مثلا سؤال من اختنا فاطمه حسين بتقول ان هي بتذاكر من كتاب استاذنا ابراهيم عادل، ومستلمه كتاب Essential Words 4000، يعني مستلماه حفظ وتايهه بين المهارات الاربعه. ومعانا سؤال تاني في نفس الكيس ديت، في نفس التوبيك ديت، من عفاف، اختنا عفاف عرفه، بتقول ان هي متعقده ومشتته بقالها 3 سنين بين كتر المصادر، وبتحفظ وبتنسى ومش عارفه تمارس مع مين. معانا سؤال ثالث من يوزر نيم اسمه ايرور حاجه، طالب IT في سنه تانية، مستوى A1، وعايز يوازن بين الدراسه واللغه من البيت عشان يلحق يتخرج وهو جاهز للشغل، وطبعا برضو تايه يبدا منين او يذاكر او يعمل ايه. طيب خلينا نحدد بس كم مشكله في التوبيك ده. اول حاجه هي اللي احنا قلنا عليها، هي تشتت المصادر، وان احنا محتاجين نخلق سيستم لنفسنا. تعالوا نرجع كده شويه ونبدا من حته التشتت. بصوا يا شباب، انا دايما مؤمن باني كل حاجه وليها ريفرنس، يعني كل حاجه وليها مرجع احنا المفروض نرجع له ونشوف هي بتتعمل ازاي. عامله زي بالظبط انت جبت موبايل جديد ومش عارف الموبايل ده ممكن يستخدم ازاي، جبت اي جهاز جديد عايز تتعلم شيء معين، انت بترجع ليه؟ بترجع للناس او بترجع لاصل الموضوع ده عملوه ازاي، صح كده؟ طيب خلينا نرجع بقى لاصل الموضوع ده كله خالص. من مين؟ من الكومباني اللي خلقت السوفت ويرز دي كلها، سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حلو كده؟ يبقى احنا اختلافنا واختلاف لغتنا، يعني عذرا على الصوت ديت بس عيال اختي هنا. طيب هو بالتالي بيحاول يدخل. طيب anyway، الاصل من اللغات او اصل من وجود اللغات زي ما اتكلمنا ان هي لغه للتواصل. طيب ازاي نقدر نتعلم ده؟ يعني هل يعقل ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وادانا تول ان احنا نتعرف بيها على بعض او نتعرف بيها على بعض، وما اداناش الواي ازاي نستخدم التول دي؟ it doesn't make sense، صح كده؟ طيب ايه بقى السيكونس الرباني لتعلم اللغات؟ تعال نفتكر احنا لما كنا صغيرين. احنا لما كنا صغيرين يا جماعه كنا بنعمل ايه؟ كنا بنسمع. اول مهاره بنستخدمها هو الاستماع. ان احنا بنسمع مثلا بابانا او مامتنا يقولوا لنا قول بابا، قول ماما، صح؟ قول خالو، انا اسمي محمد، انا اسمي احمد، صح كده؟ جمل chunks
جمل بسيطة جدا، والولد كل ما التكرار بيزيد عليه الجمل دي فبيبدأ يلقط الكلام، ويبدأ يتكلم واحدة واحدة، كلمة كلمة، ماما، بابا، زي كده. جميل قوي. تعال نقف هنا بقى شوية. يبقى احنا كده عرفنا السيكونس الرباني او الواي اللي احنا المفروض نشتغل عليها. محتاجين نسمع على ايه؟ بمستوانا. يعني انا مستواي A1، ما اروحش اسمع افلام واقول انا مش فاهم ويجي لي احباط واتعقد من اللغه واسيبها. ده مش منطق. احنا بنتعلم على قد مستوانا. انا A1 هسمع حاجات يعني الولد الصغير لو سمعها هيفهمها، ايوه مفيش مشكله وما تتكسفش من كده. انا مستواي عالي شويه، انا B2 او B1 وبطور في اللغه لسه. اسمع حاجات في المستوى بتاعك. انت دلوقتي مثلا ممكن تبدا تسمع زي كورسات مثلا بالانجلش، تسمع فيديوز الريتم بتاعها بسيط شويه، مش سريع وعالي يعني. فالفكره هنا ان انت تبقى فاهم ان انت محتاج تركز على المهارتين دول الاول، عفوا، وما تتشتتش باي مهارات تانية زي الريدنج وزي الرايتنج او الكتابه، عفوا القراءه والكتابه. طيب انا قدرت اركز على الاستماع والتحدث، سمعت جمل بسيطه جدا وبدات ان انا اكررها او استخدمها في يومي في منتهى السلاسه. وانا جايكم دلوقتي شويه قدام كده في اسئله تانية وفي فيديوهات جايه كمان في السلسله، هو ان انا هقول لكم الجمل دي انتوا تجيبوها منين وايه السياقات اصلا اللي انتوا تجيبوا فيها الجمل وتبداوا تحفظوها وتفهموها. خلاص، فما تقلقوش من الحته ديت. طيب، فاللي انا عايز اوضحه بس في النقطه ديت سريعا انه احنا محتاجين نركز على مهارات، وللاسف محتاجين نضحي بشكل مؤقت على مهارات تانية. لاني في لقيت كومنتس عندي ان هم عايزين يتعلموا كل حاجه، عايزين يتعلموا ان هم يتكلموا كويس ويسمعوا كويس ويبقوا فاهمين ويكتبوا كويس ويقراوا كويس. والله ده جميل، ده طموح حلو، ولكن ما ينفعش الاربعه في نفس الوقت، ده مستحيل. فمحتاجين بس يا شباب نركز على مهاره الاستماع ومهاره الكلام بجمل بسيطه جدا. جميل. طب نيجي بقى للاسئله بتاعتنا. نيجي لاختنا عفاف، عفوا اختنا فاطمه اللي بتقول ان الكتاب بتاعها اللي هو 4000 كلمه منفصله. نرجع بقى لاصل الموضوع. احنا يا فاطمه ما بنحفظش كلمات، احنا بنحفظ جمل. طب الحل ايه؟ الحل لو الكتاب عندك حاطط لك الكلمات ديت في جمل، احفظي الجمل. لو مش موجوده، يعني الحمد لله على وجود الاي اي، خدي اي كلمه، خدي 5 كلمات 5 كلمات، خلاص ما تشتتيش نفسك بحاجات يعني بكلمات كتيره، مثلا 20 كلمه مره واحده، لا، خدي 5 5 كل يوم. خديهم واديهم الجيميناي وقولي له حط لي الخمس كلمات دول في سياقات او في جمل بسيطه اقدر انا استخدمها في يومي. جميل. دي كده بالنسبه لفاطمه. نيجي بقى لاختنا عفاف اللي كانت بتتكلم في ايه. لحظه واحده. ان هي مشتته وبقالها 3 سنين من كتر المصادر. طبعا احنا اتكلمنا في حته التشتت ان احنا نرجع للريفرنس بتاعنا نتعلم ازاي. طيب حته بقى المصادر. انا مؤمن ان التشتت ما بيجيش الا من كتر المصادر. فانا دايما برشح ان يكون عندنا مصدر واحد بس للتعلم. وانا برشح لكم، ووارد جدا ممكن يكون الترشيح بتاعي ده مش مناسب مع الكل، لان مفيش حاجه مناسبه مع الكل. اوكي. انا برشح لكم استاذنا حبيبنا ابراهيم عادل او اي جي هوج. الاثنين دول انا بتكلم على شخص هتستمروا معاه مده حلوه، وعنده كل اللي انتم محتاجينه، اذا كان listening، اذا كان speaking، او اذا كان reading فيما بعد. مش هنركز عليها زي ما اتفقنا دلوقتي، ولكن موجود عنده reading. تمام. فالثلاث مهارات المهمين قوي دول عندهم الاثنين دول، استاذ ابراهيم عادل او اي جي هوج. فعايز بس منكم انكم تركزوا على مصدر واحد بس للتعلم، ولمده شهرين على الاقل. يعني مده شهرين انا هركز مع استاذ ابراهيم عادل، لمده شهرين انا هركز مع اي جي هوج. ركزت مع واحد ما اروحش ابص على التاني، ما اطلعش بره واقعد ادور على حاجات تانية وكده، ابدا ما تعملوش كده. لان زي ما اتكلمنا التشتت ما بيجيش غير من كتر المصادر. طيب نيجي بقى للسيستم، احنا نذاكر ازاي؟ السيستم اللي احنا هنمشي عليه يا جماعه هو سيستم بسيط جدا. انا كل اللي طالبه منكم ان انتوا تشتغلوا على نفسكم كل يوم لمده تلت ساعه بس. طيب انا عارف ان التلت ساعه دي هتبقى مختلفه
انا حد زي حالاتي زي ما قلت في بدايه الفيديو، انا شخص عندي ADHD، انا ما بقدرش اقعد على الكتاب اكتر من ربع ساعه بدون مبالغه يعني. فحته الوقت دي انا حاسبها ليكوا انتوا عارفين نفسكم اكتر. انا اعرف ناس بتقدر تقعد على الكتاب فوق الساعه ونص ما عندهاش ادنى مشكله. خلاص، فحته الوقت دي بتاعتكم. طيب نعمل ايه بقى في التلت ساعه او النص ساعه ديت؟ انا دايما نصيحتي نركز على الاهم لينا زي ما كنا بنتكلم من شويه، فاحنا محتاجين نركز على الاستماع، فممكن ندي 10 دقائق استماع، و10 دقائق او لا مش هينفع 10 دقائق في البدايه بصراحه، بس هي 10 دقائق مثلا استماع او ربع ساعه استماع، و5 دقائق ان احنا نحاول نتكلم فيها. هتقولي طيب الشادوينج فين؟ هقول لك الشادوينج هيجي، ولكن انت ممكن تدخله بين الاستماع وبين التحدث. يعني ايه؟ هديكم مثال. انا مثلا اتعلمت كلمه جديده زي مثلا that's a bad idea. that's a bad idea. دي فكره وحشه. انا عايز استخدم دي. انا بالنسبه لي دي مش محتاج فيها شادوينج، يعني دي that's a bad idea. that's a bad idea. that's a bad idea. خلاص. انما الشادوينج انا بدخله امتى او بستخدمه امتى؟ لان برضو انا عايزكم تبقوا فاهمين التكنيكس دي، امتى استخدم التكنيك ده وامتى اشيله. التكنيك زي الشادوينج احنا بنستخدمه لما مش بنبقى عارفين ننطق الجمله صح، او مش عارفين نعمل لينكينج فيها، مش عارفين نلينك الجمله دي. يعني لو انا بقول مثلا that is a bad idea، هنا انا محتاج شادوينج بس لايه؟ انا عارف انطق الكلمات بس مش عارف اعمل لها لينكينج. خلاص، فهنا بدخل الشادوينج، فبتعلم ازاي اقولها that's a bad idea. جميل. فيعني السيستم هيدخل معانا الاكتيف ليسننج او الاستماع الفعال، وده عن طريق قنوات مبسطه ليكو او للمستوى بتاعكم. يعني الناس اللي هي A1 مثلا، انا طبعا هشرح كل ده بالتفصيل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، بس مش عايز الفيديو ده يطول. فانتوا معاكم مثلا قنوات زي اكتبوا كده على اليوتيوب ايزي انجلش، هتلاقوا قنوات هي عامله زي حاجات زي الكرتون، او حاجات هي مش كرتون ولكن هي قصه، ولكن عاملين القصه ديت في شخصيات كده كرتونيه لذيذه جدا، يعني شبه توم وجيري وشبه الحاجات الحلوه اللي كنا بنسمعها زمان. فانا بالنسبه لي انا بدات كده، يعني انا بدات كنت بسمع القنوات ديت. ليه؟ لان القصص بتاعتها بسيطه جدا، وبيستخدموا جمل هي احنا بنستخدمها في الحياه اليوميه بتاعتنا. فده ساعدني ان انا اخلق عندي جمل حلوه وكتيره جدا وجاهزه ان انا اقدر استخدمها في اي موقف انا ممكن اتعرض له. فده كده اول حاجه، هو الاكتيف ليسننج، هو انك تسمع لمده 10 دقائق او ربع ساعه او على حسب انت قدرتك ايه. ندخل بقى في حته الشادوينج. لو انت مش عارف تظبط الجمل دي نفسها تقولها ازاي، دخل هنا تكنيك الشادوينج. او لو انت مش عارف تلينك الكلام ده. بالمناسبه اللينكينج انا مش عايزك تركز عليه في البدايه، عايزك بس انك توصل لمرحله انت تعرف تقول الجمل بشكل صح ومفهوم. جميل. الخطوه رقم 3 وهو ان انت تجرب انك تستخدم الجمله دي، وهي انك تحاول انك تتكلم حته السيلف توك، ان انت تحاول تتكلم مع نفسك على قد ما تقدر. جميل. طيب نيجي بقى لصاحبنا اللي هو في الاي تي. يعني بص يا بطل، يعني انت الكليه بتاعتك يعني من ضمن المميزات بتاعتها ان هي هتساعدك انك تتعلم انجلش. يعني انا كنت في 2020 بتعلم سوفت وير انجينيرنج برضو، يعني نفس المجال. والمجال ده ساعدني جدا ان انا اعرف المصطلحات اللي في المجال ده بشكل حلو جدا. فاللي انا عايز اقوله لك، امشي على السيستم اللي احنا قلنا عليه من شويه، ووازن بين مذاكرتك في الاي تي. وبالمناسبه يعني مجال الاي تي اصلا مش محتاج مذاكره، هو محتاج تطبيق. فانت يعني لو قدرت توفر مثلا ساعتين او 3 ساعات في اليوم تطبق في مجال الاي تي بتاعك، ونص ساعه بس انك تمارس اللغه اللي هي الانجليش، هتلاقي نفسك بتذاكر في رينج من 3 ساعات ونص ل 4 ساعات، وده هيكفيك قوي يعني. جميل. طيب نيجي بقى لسؤال تاني، وهو ازاي انا بدات من صديق لينا اسمه ساربيون، يعني اتمنى اكون قلت اسمك صح يا صديقي. بيقول لي انت بدات ازاي؟ طيب انا بدات يا صديقي مع استاذ ابراهيم عادل زي امريكان انجلش، ووصلت معاه لحد المستوى A2، ولكن حسيت ان انا بصراحه يعني اوفر قوي، بسبب انه استاذ ابراهيم عادل اللهم بارك يعني مفصص كل حاجه على الابلكيشن، ولكن عشان انا عندي ADHD كان الموضوع بالنسبه لي مرهق جدا، وحاسس ان انا محبط، لان انا كنت مركز من البدايه على الاستماع والكلام خلاص والشادوينج وكنت راكن تماما الجرامر واي حاجه تانية من اللي هو كان بينشرهم.
فانا حسيت ان انا يعني انا مركز على حاجات وساب حاجات تانية، فجالي احساس كده من جوايا، انت ليه ساب الحاجات دي؟ يمكن الحاجات دي مهمه، فبدات فيها، فحسيت ان انا تهت اكتر. خلاص، ده قصتي مع استاذ ابراهيم عادل. بعدها اتعرفت على اي جي هوج، والراجل ده يعني هو يعني بارك الله فيه كل عايز اقوله يعني بارك الله فيه ان هو ساعدني ان انا اقدر اوظف زي ما قلت في بدايه الفيديو حته الطاقه اللي عندي، وحته ان انا ما بعرفش اركز لمده طويله، وعلمني ازاي اهندل موضوع التشتت عندي في المذاكره او اثناء المذاكره. فمن ساعه من وقتها يعني اخدت حوالي سنتين او سنتين واكتر مع استاذ ابراهيم عادل، وكملت مع اي جي هوج، وما زلت انا مع اي جي هوج مع الكورس بتاعه الجميل اللي هو اصلا بيعلمك جوه الكورس ده انك ازاي تسمع. وهو عنده اصلا، او هو شخصيته جميله قوي، عنده طاقه كده لذيذه قوي يعني. فبيعلمك ازاي تسمع كويس، وبيعلمك من جوه الكورس برضو بيعلمك ازاي ترياكت معاه، يعني ازاي هو يسالك سؤال فانت تحاول تجاوب من نفس القصه اللي انت سمعتها منه. وبعدين طبعا بيسيب لك الفايلز بتاعته او الماتيريالز بتاعته عشان انت تستخدمها فيما بعد لو انت عايز تعيد الاستماع او عايز تقرا مع نفسك وهكذا. طيب نيجي لسؤال تاني من اخونا علي محمد، بيقول طيب معلش انت قلت ابعد عن الكتابه، طيب ما انا لو عايز اتكلم في موضوع ممكن اكتب واتكلم بيه مع نفسي عشان اعرف اخطائي فين. طيب انا يا شباب مش قصدي تبعدوا تماما عن الكتابه، لان كده كده احنا كبار وناضجين، كده كده القراءه والكتابه احنا هنحتك بيهم في رحلتنا في التعلم. ولكن انا قصدي ان انت ما تركزش على الكتابه كمهاره كسكيل. انا بشوف ناس يا شباب مركزه على القراءه والكتابه وسايبه خالص التحدث والاستماع. it doesn't make sense. يعني ازاي انت لو قابلت حد هتتكلم معاه ازاي؟ هتطلع ورقه وتكتب؟ فده قصدي ان انت ما تركزش على الكتابه كمهاره، ولكن هي كده كده هتيجي معاك. وتعال نفكر فيها بشكل عقلاني. انت بتستخدم او انت استخدمت يعني كشخص بنتكلم عربي، احنا كناس بنتكلم عربي، احنا استخدمنا الكتابه امتى؟ تقريبا بعد ما وصلنا تانية ابتدائي او ثالثه ابتدائي بدانا نكتب كويس، او بدانا نفهم اهميه الكتابه. اصلا احنا كنا بنشخبط، صح كده؟ فده اللي عايز اقوله لك، انه الكتابه دورها مش في بداياتك نهائي، لحد ما توصل لليفل الافكتيف كوميونيكيشن او حتى المور افكتيف كوميونيكيشن انت مش هتحتاج الكتابه في حاجه. حد ممكن يقول لي طب معلش يا محمد، ما هو انا ممكن هبقى محتاج ان انا اشتغل فابعت ميلز او اكلم حد في الشات مثلا. هقول لك في الحاله دي يا صديقي دي هتجي لك واحده واحده. ولو انت هتبعت ميل او هتبعت حاجه، انا لحد الان لما ببعت ميل لحد خصوصا لو حد يعني فورمال ميل او ايميل رسمي يعني لجهه معينه او لشخص مهم بالنسبه لي، انا بدخل الميل ده لاي اي تول زي جيميناي مثلا. انا بعد ما بكتب الميل او حتى احيانا والله مش بكتبه، انا بقول له انا عايز اقول كذا 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 بالعربي، اكتب لي ده او حول لي ده او ترجم لي ده بالانجلش، وبقول له السياق او بقول له الطريقه، يعني بقول له فورمال انفورمال كاجوال اي حاجه، وبيديني الايه الميل. وهنا بقى التركايه او النولج بتاعتك يجي دورها. انا لما بيديني الميل جيميناي مش باخده كده وبعمله كوبي بيست وببعته للشخص او ببعته للشركه او الجهه اللي انا عايز ابعتها لها، لا طبعا ده كده غباء. انا بستخدم النولج بتاعتي في ان انا بتشيك على الميل ده، بشوف هو فعلا هو كاتب بشكل فورمال ولا انفورمال. في كلمه معينه انا حاسس ان الشخص ده مش هيستلطفها، وخصوصا لو انت ان شاء الله فيما بعد هتفهم الكالتشر بتاعت الدول، هتفهم مثلا ان شخص في المانيا ما بيحبش يسمع كلمه معينه، شخص في امريكا في كلمات معينه مش بيحب يسمعوها، في ناس في امريكا يعني بيحبوا يسمعوا كلمه، وناس تانية في نفس البلد اللي هي امريكا ما بيحبوش الكلمه دي يسمعوها. فانت فيما بعد هتعرف تلقط كل ده، وهيتكون عندك وعي ونضج ونولج في اللغه، ان انت تعرف تشيك على الميل اللي انت بتاخده من الاي اي. فبالتالي انت بتسهل على نفسك ان انت ما بترهقش نفسك في موضوع الكتابه ده، فبالتالي انا مش هركز عليها في مرحله التعلم. بس كده. طيب في سؤالين حلوين جدا. السؤال الاول من اختنا مها مصطفى، بتقول معلش هو انا بعاني مع اللغه واخيرا قررت اخد كورس، مع ان في عالم اي اي ما بقاش في حد بياخد كورس اونلاين. المهم محتاجه حاجه ازود بيها الجمل. جبت كتاب فيه جمل وبسمع فيديوهات ساعات، بس مش عارفه اظبط اعمل ايه؟ السؤال الثاني هو من احمد، اخونا احمد، بيقول طيب ازاي احفظ الجمل لكل موقف؟ يعني اعمل ايه او اجيب الجمل منين؟ وهل فعلا المواضيع متكرره فبالتالي الجمل هتكون مستخدمه كتير؟
وفي مصادر لكده. طيب بصوا يا شباب، طبعا الموضوع ديت او موضوع التشانكس او الجمل او المصادر ديت، انا ان شاء الله زي ما اتفقنا هنزل لكم فيديو مخصوص عشانها في السلسله او في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. طيب اول حاجه خلينا نعلق على موضوع الكورسات لاختنا مها مصطفى. بصوا يا شباب، انا مؤمن باني اي مكان انت هتروح له وتدفع فيه مبلغ، انت المفروض تاخد منه اكتر ما انت متوقع. يعني ايه؟ يعني انا هدفع في مكان مبلغ معين واروح اخد كورس بشكل معين، انا المفروض اطلع من الكورس ده ايه اللي عندي؟ المفروض اللي عندي ان انا قادر اسمع كويس وقادر ان انا اتكلم ولو بشكل بسيط. من وجهة نظري انا ومن تجارب انا شفتها، اكيد ما شفتش كل تجارب الناس ولكن من تجارب بسيطة وقليلة انا شفتها، اغلب الناس اللي بتروح تدفع في كورسات اذا كان اونلاين ولا اوفلاين ما بتطلعش بالنتيجة اللي هي عايزاها. خلاص؟ ولكن في اماكن في مصر، مش عايز اعمل لها دعايه ولا حاجه، ولكن في اماكن في مصر محترمه جدا وبيتقال عليها يعني تعليقات جميله جدا. طيب هل انا جربت الاماكن دي؟ لا، وهي اماكن مشهوره قوي يعني. فانا ما اعرفش هل فعلا الناس بتروح هناك تستفاد ولا هي بس عشان الاسم بتاعها والناس تقول انا خدت كورس في المكان الفلاني، وانا شخصيا ما بحبش كده. طيب نيجي بقى لسؤال اخونا احمد، وهو ان هو كان بيسال على الجمل ازاي. طبعا احمد ومها الاثنين بيسالوا على حته الجمل. طيب انا دايما لما باجي اختار او عايز اتكلم بلغه معينه، انا محتاج افهم الاول هي الجمل اللي انا هستخدمها دي هستخدمها فين. يعني انا محتاج ان انا احدد الاول لنفسي ايه المواضيع وايه السياقات اللي انا محتاج اتكلم فيها الاول، بعدين اختار المواضيع. خلينا اشارك معاكم دلوقتي، انتوا هتشوفوه على الشاشه. ده بالظبط التكنيك اللي انا بستخدمه انا بتعلم الصيني دلوقتي. دي الرود ماب بتاعتي يعني، وان شاء الله برضو الموضوع ده هتكلم فيه بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. ان انا بصوا كده انا مقسم الموضوع ازاي. مقسم الموضوع على اساس ان هو فيسز. يعني ايه؟ يعني مراحل. اول حاجه هتلاقوا الفيز نمبر 1 او المرحله الاولى انا كاتبها ايه؟ اقراوا كده: survival basics. يعني الحاجات اللي هتنجيني في اي محادثه. بصوا كده انا عامل ايه؟ greetings، ازاي احيي، ازاي اسلم على حد، ازاي لو حد جه يسلم عليا انا ارد عليه السلام، ازاي اقدم نفسي واقول انا اسمي كذا، انا عندي مثلا سني كذا، بشتغل كذا. حته انت تقدم نفسك. بعدهم هيجي حته الاسئله، زي مثلا يعني انت تسال فين مثلا الحاجه الفلانيه، هو ايه ده؟ ازاي تسال تقول هو ايه ده؟ مين ده؟ الاسئله البسيطه قوي. بعدها تدخل على الرياكت بقى. انت بقى لو اتسالت الاسئله دي، مين ده، او تاكل ايه، او عايز تشرب، عايز تاكل، حاجات كده، ازاي تجاوب بيس او نو. تمام؟ ازاي تجاوب بيس اور نو اللي هي ايوه او لا، اللي هي البيسك رياكشنز. خلاص؟ بعدها مثلا ندخل على البولايت اكسبريشنز، ازاي تقول شكرا، وازاي تقول انا اسف، وازاي تقول لو سمحت، وهكذا. طبعا احنا هنفرد كل ده بالتفصيل في الفيديو الخاص بموضوع التشانكس. اوكي؟ ولكن حبيت بس اوضح لكم او اديكم مثال بحيث انتم ما تضيعوش وقتكم لحد ما الحلقه دي تنزل او الفيديو ده ينزل، تبقوا عارفين انتوا تمشوا ازاي. ففي منتهى البساطه انا بحط مواضيع، المواضيع ديت بحط لها جمل او بحط فيها جمل انا هستخدمها او مناسبه للسياق بتاعي. طيب السبيكر رود ماب اللي انا ظهرتها ديت هل مناسبه لكل الناس؟ اكيد لا. انا بتعلم صيني يا جماعه عشان انا بحب الكالتشر وبحب الشعب الصيني، وانا شايفها هي لغه المستقبل، فانا عايز يعني احاول اوصل لفيها لمستوى حلو، لعل وعسى تكون سبب في ان ربنا يفتح لي بيها فرص شغل او رزق تانية ليا. فانا بتعلم الصيني بمجرد بس كلام او تواصل مع الشعب، مش شغل، يعني مش بيزنس. ليه بقول لك الكلام ديت؟ لاني اللغه انت محتاج تبقى فاهم انت بتتعلم عشان ايه الهدف بتاعك من تعلم اللغه. لان زي ما انتم عارفين في انجلش وفي حاجه اسمها بيزنس انجلش، صح كده؟ الجمل هنا بتبقى مختلفه، التون بتاع كلامك والصوت وانك تنقي كلمات معينه هنا مختلف عن هنا تماما. جميل؟ فلازم تبقوا فاهمين ايه الهدف بتاعكم من تعلم اللغه عشان تحددوا من خلالها ايه المواضيع اللي انتم محتاجين تتكلموا فيها او هي مهمه بالنسبه لكم، ومن خلالها كمان هنحدد ايه الجمل اللي احنا المفروض
نقولها او نستخدمها او نبدا نحفظها. طيب معانا سؤالين برضو هم مرتبطين ببعض. السؤال الاول من جو بيزنس بيقول هل ده اللي انت عملته فعلا، وهل الشادوينج مفيد؟ انا حاليا بي 1 وما عنديش مشكله في الاكسنت خالص، واللي قيمني اجانب كتير على الديسكورد، بس فعلا بحاول اوصل للبي 2 وكمان فلوينت. السؤال الثاني من عاوش شاهين. اوكي، انا مستوايا بي 1 واستطيع افهم كتير من الكلام وكلامي جيد، هل استطيع الاعتماد على مشاهده المحتوى خلاص والبودكاستس بالانجليزي والاحدث يوميا لنصف ساعه سيطورني بدل من قراءه القصص والكتب؟ طيب خلينا نمسك سؤال جو بزنس الاول. بيقول هو ده اللي انت عملته فعلا، وهل الشادوينج مفيد؟ ايوه بالظبط، كل اللي انا ذكرته في الفيديو الاولاني ده اللي انا كنت بعمله، وكنت طبعا بستخدم الشادوينج. طيب بعدين بيقول لي حته ان هو عايز يوصل لمستوى بي 2 ويبقى فلوينت. انا زي ما قلت لك حته الفلوينسي ديت او الطلاقه هي بتيجي كنتيجه، مش خطه او مش حاجه انت ممكن توصل لها. لا، انت على حسب كل ما تمارس اكتر كل ما هتوصل للطلاقه بشكل اسرع. هي دي المعادله. جميل، نيجي بقى لسؤال اخونا عاوش شاهين. طيب انا ما عنديش مشكله طالما انت قادر وواصل لمستوى ان انت قادر لما تسمع تبقى فاهم، وقادر لما تيجي تتكلم مع حد انت الشخص اللي قدامك ده بيفهمك. انت كده يا صديقي واصل لمستوى عقلك سهل عليه قوي ان هو يدخل محادثات قصيره وبسيطه. فانت محتاج تجبره ان هو يدخل محادثات ولكن تكون طويله شويه، مش هقول لك معقده ولكن خليها طويله على قد ما انت تقدر. تعمل ده ازاي؟ يعني ان شاء الله زي ما اتفقنا هنتكلم في الموضوع ده في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ولكن انت ممكن تعمل ده في منتهى البساطه مع مثلا جيميناي. خلاص، ان انت مثلا تقول له خلينا نتكلم مثلا في توبك معين انت شايفه بالنسبه لك انت بتعرف تتكلم فيه، وحاول بقى انت اخلق مواضيع مع جيميناي او افتح انت مواضيع على قد ما تقدر، وحاول طول مده المحادثه. انت هنا بتجبر لسانك وعقلك ان هو يستخدم كل الفوكابلري او الجمل، مش عايز اقول بقى فوكابلري، كل الجمل اللي انت متعلمها. وحاجه كمان في حته ان انت تطور حته المحادثه او ان انت تدرب لسانك ان هو يتكلم، زي ما كنت ذكرت هي حته الشرح، ودي حاجه انا ساعدتني بشكل شخصي. يعني لازم تلاقي حاجه او مجال او اي حاجه انت بتحب تتكلم فيها، حاول انك تشرحها لحد حتى لو مع نفسك. الشرح ده هيجبر دماغك ان هو يحرك لسانك في ان هو يستخدم كل زي ما اتفقنا كل الجمل. طيب السؤال الثاني من اخت لينا بتقول انا في بعض الكلمات السبيلنج بتاعها بيكون مش مظبوط ام سوري، يعني يكون يعني هي بتكون عارفه معناها وبعرف انطقها واعرف اسمعها، بس ساعات بنسى السبيلنج بتاعها، اعمل ايه؟ طيب اول حاجه ده طبيعي جدا، النيتيفز نفسهم احيانا بينسوا السبيلنج بتاع الكلمه او حتى بينسوا الكلمه اللي هم محتاجين يقولوها اصلا. طب بيعملوا ايه في الحاله دي؟ بيستخدموا ذكائهم، بيستخدموا البادي لانجوج بتاعتهم والفيس رياكشن. يعني ايه؟ في كلمه معينه انت محتاجه تقوليها في سياق او في كونفرسيشن معينه، بدل ما انت تعطلي او تقفي، استخدمي او اشرحي معنى الكلمه دي واستخدمي معاها البادي لانجوج بتاعتك والفيس رياكشن بتاعك. فاهم قصدي؟ دي ابسط واسرع وافضل طريقه ان انت بدل ما تعطلي، لا انت بتقولي معنى الكلمه اللي انت نسيتي المعنى السبيلنج بتاعها. تمام؟ ومع الوقت هتلاقي حته النسيان بتاع السبيلنج ديت بيبدا يتبخر معاكي مع الوقت، وهتلاقي نفسك كل فين وفين بتنسي سبيلنج لكلمه معينه. وبالمناسبه ده بالظبط اللي احنا بنعمله في العربي. انا لما ببقى بتكلم مع حد وغصب عني بنسى كلمه معينه، انا بقول شرح او بقول له شرح معنى الكلمه اللي انا عايز اقولها، وهو بيتفهم ده وبيوصل له المعنى. وده المهم وده اللي بحاول اقوله لكم، ان اللغه ما هي الا بس ان انت محتاج توصل لمستوى اللي هو الافكتيف كوميونيكيشن. لو انت قدرت توصل للشخص اللي قدامك انت عايز تقول ايه، هو خلاص هو وصل له المعنى وتمام، وهكمل معاك كلام عادي جدا. طيب معانا سؤال من اختنا عبير بتقول سمعت ناس كتير واشخاص كتير بعتوا لي روابط اعمل كذا وكذا، الى الان مش مرتاحه ولسه ما وصلتش لنمط امشي عليه. ارجعي يا عبير لبدايه الفيديو، كان في حد برضه سال السؤال ديت، احنا شرحنا السيكونس الرباني ايه وايه السيستم اللي احنا محتاجين نمشي عليه عشان نقدر نوصل لنتيجه
ملموسه. جميل. بعدها عبير بتكمل بتقول كنت عملت اختبار مستوى لقيت اني B1، بعدها عملت تاني لقيت A2 مش فارق لي مستوى ايه قد ان ازاي اظبط دنيتي صح من غير ملل واستمر. دي حته زي ما اتفقنا، حته السيستم نرجع لها مره تانية، وحته التشتت انه انت محتاجه تعرفي او تعتمدي على مصدر واحد بس للتعلم، وتعملي حته الممارسه او عفوا الاستمراريه، ان انت تستمري على مصدر واحد وسيستم تمشي عليه. طيب برضو عبير بتكمل بتقول الفتره دي بعمل ايه الفتره دي بعمل ايه بحس كويس وسهل، بحسه كويس وسهل وبستمر على الاستماع. بصراحه اكتر شيء انا بسمع فيديو 6 دقائق احفظ كلماته، واجي بالليل قبل النوم ادخل على البريتش كونسل اسمع شرح بسيط واحد على الجرامر. طيب دي حاجه حلوه ما عنديش مشكله فيها، برغم ان انا قاري زي ما كنت اتكلمت في بدايه الفيديو. انا حته الجرامر بالنسبه لي هي بتيجي نتيجه، بتيجي ان انت بعد ما بتمارس اللغه انت هتلاقي نفسك انت فاهم الجرامر من غير، يعني انت فاهم الجرامر عارف تستخدمه امتى وفين وازاي من غير ما تحفظه. ولكن الشرط بتاعي ان انت تكوني فاهمه يا عبير البيسكس. يعني ايه البيسكس؟ يعني عارفه الفرق بين الباست والفيوتشر والبريزنت. فاهمين قصدي؟ بس طيب بتكمل عبير بتقول الشادوينج جربت لقيته صعب شويه. على حسب انت جربتيه مع ايه، مع المحتوى. يعني لو المحتوى ده كان الليفل بتاعه اعلى من الليفل بتاعك، مستوى صعب شويه، طبيعي جدا هتحس ان انت هتحسيه صعب عليكي او مش مناسب معاكي. ولكن جربي الشادوينج مع مستوى مناسب للمستوى اللي انت فيه، هتحسي بفرق ملحوظ يعني. طيب بعدين بتكمل هي بتقول وانا بحب الاغاني وبحفظ اغاني اجنبي، بس مش بحس بتفيد في الحياه العمليه اصلا، ومش بعرف اقول جمل صحيحه عشان اكون صادقه، وبزهق من ناحيه الكلام والتحدث، لكن انا محتاجه لكن بسوفها. طيب نيجي لحته الاغاني الاول. انا مش بحبها خالص الاغاني، لاني زي ما انت قلتي هي مش بتفيد، وفي نفس الوقت عمرك ما هتشوفي حد او هتقابلي حد في حياتك يا عبير هو بيكلمك انجليش بنفس الايقاع او بنفس التون او بنفس الطريقه اللي هم بيغنوا بيها. مش هتلاقي حد كده نهائي. فبالتالي انا بشوف الاغاني هي تضييع وقت، وفي نفس الوقت مش عمليه. خلاص، بجانب ده انا ممكن ارشح لك بدل الاغاني انت ممكن تسمعي بودكاستس بسيطه الريتم بتاعها بسيط بالانجلش. ده هيفيدك اكتر، او هيفيدك احسن مليون مره من الاغاني. طيب نيجي بقى لحته مش بعرف اقول جمل صحيحه عشان اكون صادقه. حته الجمل يعني زي ما كنت شرحت في بدايه الفيديو، عشان بس ما نطولش الفيديو على الناس، ارجعي لها حته الشانكينج اللي انا كنت ذكرتها. خلاص. وحاجه كمان هي حته الحلقه اللي ان شاء الله انا هنزلها، او الفيديو اللي انا هنزله ان شاء الله بتاع الشانكينج ديت، يعني هتكلم فيه في تفاصيل كتيره ان شاء الله. وحاجه شباب محتاج اضيفها بصراحه، وهي حته المستويات، او ان احنا نشغل بالنا بان انا A1 ولا A2 ولا B1 ولا B2 ولا C1. بصوا يا شباب، موضوع المستويات ده يعني استاذنك ما تركزش عليه الا لو انت عايز تشتغل مثلا في شركه كول سنتر، عايز مثلا تشتغل في حته معينه او في شركه معينه، او تتعلم حاجه معينه، والاماكن دي طالبه منك او بتسالك انت مستواك ايه. وقتها ايوه ركز على ان انت توصل لمستوى معين وتعمل تيست وكل الكلام الجميل ديت. بس لو انت شخص بتتعلم اللغه عشان مثلا تشتغل بيها فريلانسر مثلا، او تشتغل بيها في شركه، او تتعامل بيها مع الناس عموما في حياتك، صدقني والله موضوع المستويات ده هيرهقك اكتر ما هو هيساعدك. انا اما كنت مركز على موضوع المستويات لقيت نفسي، ده حرفيا ده حصل معايا، انا لقيت نفسي انا C1 في القراءه، وحوالي كنت الكلام ده من سنتين تقريبا كنت A2 بلس او B1، كنت بنزل يعني كنت احيانا A2 بلس او B1 في التحدث، وفي الاستماع كنت B1 او B1 بلس او B2 حاجه كده. فاللي انا عايز اقوله لك انه حتى في جوه السكيلز نفسها، يعني اللغه نفسها هي مش كلها B1 ومش كلها B2 ومش كلها C1، لا، التقسيمه ديت او المستويات بتاعتك بتختلف حتى جوه في السكيلز بتاعتك. يعني انت ممكن تلاقي نفسك ان انت في القراءه زي حالاتي، كنت مثلا انا كنت في القراءه C1، بعدين B2 في الاستماع، وB1 في التحدث. فانت هتلاقي نفسك مشتت، طب انا اطور دي واسيب دي، فتركز على دي، فتلاقي نفسك انت اهملت هنا، فالمهاره دي نزلت معاك. فخالص يعني دايما يعني استاذنكم ارجعوا للفيديو الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه على الاكتيف ليسننج والفاست بروسيسنج والشادوينج والتشانكس.
ده هيفيدكم جدا وهيعرفكم انه حته المستويات ديت ما هي الا تقييم للغه اللي هي اصلا تول وبنستخدمها للتواصل. يعني حاجه غريبه قوي يعني. خلاص، بس ولكن زي ما قلنا، لو المكان او الشركه او الشيء او الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها طالبه منك ان انت تعمل تحديد مستوى، توكل على الله وركز على الموضوع ده. بس في البدايه ركز على الافكتيف كوميونيكيشن. طيب معانا سؤال تاني من اخونا محمد حسن، بيقول انا بحب اسمع اليوتيوبرز الاجانب واترجم وراهم الجمل، خصوصا الرحاله اللي بيزوروا البلاد، فهل ده شيء كويس من وجهه نظرك؟ طبعا. اي محتوى يا شباب، اي محتوى في استخدام لجمل او في استخدام لمصطلحات بشكل يومي، ده من اقوى المحتوى اللي انت ممكن تسمعه وهيفيدك جدا. لان تعالى نفكر فيها بعقلانيه، زي مثلا المثال اللي بيقول عليه محمد حسن، هو بيسمع الاجانب رحاله. الاجانب الرحاله دول هتلاقيهم دايما بيستخدموا مثلا بيحيوا بعض او بيسلموا على ناس، بيدخلوا مطعم بيطلبوا اكل، بيسالوا مثلا على ازاي يروحوا اماكن معينه، بيحكوا قصص ليهم، بيعبروا عن اللي هم شايفينه اذا كان طبيعه او حاجه. فهتلاقي كل الفيديو، كل الكلام بتاعهم هو فعلا زي بيقولوا عليه اسمه ريل سبيكينج او ريل سيتويشن اللي بتحصل في الحياه. فدول من افضل المحتوى اللي انت ممكن تسمع لهم. تمام. وحاجه كمان عايز اضيفها، وهي حته ان انت طالما بتعمل حاجه بتحبها وبتشغل ودنك وبتشغل لسانك وكده كده عينك هتشتغل معاك، يعني ده افضل تكنيك ممكن تستخدمه في تعلم اي لغه، وهيبقى لك الموضوع ممتع جدا. دلوقتي هندخل على مشكله برضو بتواجه ناس كتيره جدا، وهي حته مشاهده الفيديوهات بالسبتايتلز. لما بيشيلوا السبتايتلز ما بيقدروش يفهموا اي حاجه من الفيديو. فمعانا سؤالين. من اول سؤال من اختنا ملك، بتقول انا بحاول من فتره اتعلم انجلش ومركزه اني اسمع فيديوهات اكتر بالانجلش، وبشغل طول الوقت الترجمه الانجليش، بس لو لغيتها مش بفهم خالص. لازم تكون شغاله عشان افهم الفيديو او الكلام. بالنسبه لي ممارسه اللغه صعبه، فتنصحني اخد كورس فين او ايه الخطوات اللي اعملها عشان عاوزه اوصل لمستوى كويس في اللغه. السؤال الثاني من اختنا ايات، بتقول انا عندي مشكله رغم اني بحفظ كلمات وبسمع كتير، لكن برضو ما بقدرش افهم الكلام من غير سبتايتلز قدامي لما بتسمع فيديو يعني. كمان بلاقي صعوبة في عدم فهمي للكلمات، بحس اني كل ما بحفظ كلمات لسه في اكتر برضو. وكمان حاجة مش بقدر امنع الترجمة العربي من دماغي. طيب نيجي لحتة السبتايتلز يا شباب. اول حاجة لازم نفهم احنا دماغنا شغالة ازاي. اول حاجة عقلنا ديت او دماغنا على قد ما هو قدراته رهيبه جدا وعظيمه جدا، على قد ما هو يعني كسلان جدا وبيحب يعمل ديليجيشن لكل حاجه. خلاص. فاما بتديله تاسك زي انك تسمعي فيديو عشان تتعلمي انجليش، هو بالنسبه له عايز يديكي افضل واسلس واريح طريقه انك تسمعي الفيديو ده عشان ما يتعبكيش فانت تتعبيه هو. فبيعمل ايه؟ بيقول لك شغال السبتايتلز، فانت بتقولي له خلاص تمام بتشغلي السبتايتلز، فعينك بيدي بقى بيعمل ديليجيت دلوقتي. يعني انت التاسك كنت مديها لعقلك، عقلك دلوقتي بيدي ديليجيت، بيعمل ديليجيشن للتاسك دي لعينك انها تقرا السبتايتلز دي عشان انت تفهمي الفيديو بشكل سلس. طب انت بقى لما بتخفيها خلاص، هو بالنسبه له هيعمل ايه؟ هيعمل ديليجيشن لمين؟ لودنك اللي هي اصلا ما كانتش متعوده لده. وزي ما اتفقنا دماغك ذكي، فهو كان بيعمل ديليجيشن للشخص او للعضو بتاعك اللي هو هيعرف يهندل الموضوع ده في منتهى القوه والسلاسه اللي هي كانت عينك في البدايه. فبيدي التاسك دلوقتي لودنك، فودنك بتواجه صعوبه لان الكونتنت اللي احنا بنسمعه او الفيديو ده اعلى من مستوانا. فبالتالي بيعمل ايه؟ عقلك بيوقفك في اول كلمه او اول جمله انت مش فاهماها، حرفيا بخليكي بالظبط ان انت عطلانه. انت بتوقفي الفيديو فبتعملي ايه؟ هو بيخليكي تضطري انك تشغلي السبتايتلز مره ثانيه عشان بس تشوفي ايه الكلمه اللي اتقالت دي، ودي اخطر ما في الموضوع. طب تعملي ايه لما عقلك يوصل للمرحله دي ان انت سمعتي كلمه او جمله وعطلتي عندها والفيديو مكمل شغال، فانت بالنسبه لك كل ده رايح عليكي خلاص، انت وقفتي هنا. تعملي ايه؟ رجعي الحته اللي انت وقفتي فيها ديت 10 ثواني او 5 ثواني، ما تشغليش سبتايتلز، رجعيها واسمعيها مره كمان. ومش عايزك تحددي ايه الكلمه اللي انت ما فهمتهاش،
لا، انا عايزك تحددي ايه السياق اللي اتقال هنا. لو قدرتي تفهمي السياق اللي اتقال هنا، انت كده مش مهم اصلا بالنسبه لك تعرفي ايه الكلمه دي، الا لو انت عايزه تستفادي وتكبري محصله الكلمات، فوقتها تفتحي السبتايتلز وتاخديها في النوت عندك وتعملي عليها جمل. ولكن يهمني ان انت ما تمشيش ورا عقلك اللي يقول لك لا لا انت مش قادر تسمعي بودنك، فخلاص بقى خلينا نشغل السبتايتلز او نشوف السبتايتلز. ما تعمليش كده، لا. خلي دايما كل همك، خلوا دايما كل همكم يا شباب ان انتوا تفهموا الكونتكست بتاع الفيديو او الجمله اللي بتتقال في اللحظه ديت. مش كل كلمه مش كل كلمه في المقطع ده، او مش كل كلمه في الجمله دي او في الفيديو ده. فاهمين قصدي؟ بس فاتمنى يعني تكون يعني اتمنى انك تجربي الموضوع ديت. طيب نيجي بقى لحته تنصحني اخد كورس فين وايه الخطوات. زي ما اتكلمت في بدايه الفيديو، يا ريت ترجعي لها. انا حته الكورسات زي ما اتكلمت فيها يعني استاذنك بس ارجعي لها، هتلاقيني موضحها. طيب اختنا ايات بقى نيجي للكومنتس بتاعها، وهي بتقول حته السبتايتلز خلاص احنا جاوبناها. بتقول ان انا كل ما بحفظ كلمات كل ما بلاقي او بحس ان في كلمات هنا كتير، وده الطبيعي. تعالي نبص على العربي عندنا يا ايات. احنا في العربي عندنا في اللهجه المصريه مثلا حرفيا هو كل كام شهر او كل كام سنه مثلا بتطلع مصطلحات جديده. فلو انت قعدتي وركزتي على المصطلحات الجديده او انك تحفظي بس كلمات، هتلاقي نفسك انت مش خلصانه. كل يوم في كلمات انت محتاجه تحفظيها. فالاصح اللي انا ذكرته في الفيديو ديت في حته التشانكينج، ووريتكم ازاي انا عامل زي فيسز كده للتحدث او السبيكر رود ماب اللي انا كنت عاملها في التشاينيز او في تعلم اللغه الصينيه. ارجعي لها تاني في الفيديو لو سمحتي، هتلاقي الموضوع سلس جدا وعمرك ما هترجعي تاني تحفظي كلمات. جميل. طيب نيجي برضو لسؤال مهم قوي من احمد علاء. بيقول اخوك في تانية طب بشري وبأهل نفسي من فترة علشان أكون معلم قرآن وتجويد ولغة عربية للأعاجم، والحمد لله مؤهل ومعايا إجازات وقراءات، ولكن العائق الوحيد كان اللغة وأدي لي ما يقرب من سنة ونص مثلا، وأنا بحاول أظبط في اللغة. فحاليا بسمع اي جي هوج. الحمد لله ببقى فاهم تقريبا كل الكلام، بس لما باجي أتكلم مع نفسي بتعثر وبقف كتير. كنت عايز اعرف هل ازود حاجه تاني جنب الاستماع والشادوينج، وايه نصيحتك بالنسبه لدخولي بريبلي والتدريس عموما؟ طيب بص يا احمد، يعني طبعا ربنا يوفقك. طبعا بالنسبه لكل الكومنتس دي انا رديت عليها بشكل تفصيلي، ولكن دلوقتي بحاول اشارك الناس نفس اللي انا رديت عليه، نفس الرد بتاعي. اول حاجه اي حد يا جماعه واصل لمستوى حلو قوي وكويس في الاستماع وان هو يقدر يعبر عن نفسه، انا بقول له ان هو دايما برشح له ان هو ياخد خطوه في ان هو يطول المحادثات بتاعته على قد ما يقدر. جميل، دي كده حاجه. طيب نيجي بقى لحته التعثر في الكلام. ليه ده بيحصل؟ ده بيحصل يا شباب في الاغلب لاني بسبب الشخص انه هو مركز على الترجمه، بيحاول يترجم من عربي لانجلش، او من اني مهاره الاستماع عندك بتبقى اقوى من مهاره التحدث او الكلام. يعني انت في الذاكره عندك انت مخك مخزن كلمات، ولكن لما بيجي يجرب ان هو يطلعها حته الاوتبوتس دي بتبقى صعبه عليه. فعشان كده احنا زي ما بندرب الانبوتس، زي مثلا احنا بنسمع بنقرا، لازم نتكلم، لازم ولا بد، عشان حته الاوتبوت او لساننا ياخد على الموضوع ده. لان خدوا بالكم يا جماعه، اللسان عباره عن عضله انت بتمرنها بايه؟ بالكلام. جميل. وحاجه كمان هتفيدك قوي وهي حته التشانكينج واللينكينج اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. لاني في منتهى البساطه، والناس برضو اللي ذكرت اللي اتكلمت في حته انها بتحفظ كلمات بس مش بتعرف تستخدمها، خلينا اديكم مثال بسيط قوي. زي مثلا كلمه ريبيت معناها اللي هو كرر او تكرار. فانت حافظ الكلمه دي، بس لو سالتك تقدر تدخلها لي في جمله، هتلاقي نفسك عطلت وبتفكر تدخلها لسه في جمله. ولكن لو انت حفظتها من البدايه في جمله زي مثلا please repeat after me، please repeat after me، لو سمحت كرر ورايا، هنا انت في لحظه عملت ايه؟ دخلت الكلمه في جمله وقدرت تستخدمها في سياق او في محادثه. فاهمين قصدي؟ طيب الحل العملي بالنسبه لك يا صديقي في الحاله ديت هو ان انت بتصور نفسك فيديو مثلا،
وبتحاول تتخيل ان في طالب قدامك، بما ان كمان الناس اللي هي متارجته ان هي مثلا عايزه تشرح او عايزه تستخدم الانجليش ديت في ان هي تشرح او تدرس بيه، فجربوا الموضوع ديت. افتحوا الفيديو يعني صوروا نفسكم فيديو وجربوا ان انتوا تشرحوا حاجه لمده دقيقه واحده. دقيقه واحده. لو عندكم القدره تطولوا اكتر خلوها 3 دقائق او 4 دقائق او 5 دقائق براحتكم يعني. بعد ما تخلصوا الفيديو ارجعوا شوفوا انتوا تلعثمتوا فين، وقفتوا فين، عطلتوا فين، ايه اللي انتوا قلتوه صح وايه اللي انتوا حسيتوا انه لا احنا كنا ممكن نقول حاجه احسن من كده. فاهمين قصدي؟ حته الاكسنت بتاعتكم بصوا عليها وهكذا. الموضوع ديت هيساعدكم بشكل مرعب ان انتوا يبقى عندكم ثقه ان انتوا تتكلموا قدام كاميرا، وكمان انكم انتوا تظبطوا حته السبيكنج سكيل اللي عندكم. طيب نيجي بقى لحته البريبلي. هل انا برشح ان حد زي الكيس بتاعت صديقنا احمد، اخونا احمد، ان هو يدخل على بريبلي ولا لا؟ طبعا، لاني في منتهى الامانه يعني بريبلي هي منصه والجمهور اللي فيها مش محتاج غير شخص هادي وبيعرف يوصل المعلومه اللي هي حته الافكتيف كوميونيكيشن بشكل واضح وسلس. وبالنسبه للكيس بتاعت احمد مثلا يعني هو هيدرس تجويد ولغه عربيه، فهو بالنسبه له مصطلحات التجويد بالانجليزي ثابته مش هتتغير، واي حاجه تخص اللغه العربيه او التجويد او اللغه العربيه الفصحى مثلا او حتى اللهجه المصريه هي حاجات ثابته، فانت هتلاقي مع التكرار الحاجات دي بقت تطلع منك بتلقائيه في الشرح. دي كده حاجه. الحاجه الثانيه وهو الانطباع الاول والمحتوى. الاجانب بيقدروا جدا حته الامانه والوضوح في الكلام. يعني الانطباع الاول دايما بيدوم، فدايما تركز على الحته ديت ان انت لما هتيجي تدخل اول حصه اللي هي اسمها شفت انا نسيت معنى الكلمه بالانجلش بس اقدر اشرحها لك معناها ايه. ان انت بتدخل الحصه او دي اسمها الحصه التجريبيه. الحصه التجريبيه بتاعتك مع الطالب، انت بتجرب الطالب والطالب بيجربك. هنا في الحصه ديت انت بتعمل ايه؟ بتحاول ان انت توصل له انت اسلوب شرحك ده مهم جدا، فانت محتاج تتكلم بوضوح، محتاج تعبر عن نفسك كويس، محتاج تعرفه انت هتعمل ايه معاه بالظبط، محتاج تقول له الخطه بتاعتك ليه هو شكلها عامل ازاي وهكذا. فكلها حاجات بسيطه قوي، مش هتاخد منك مثلا 15 دقائق مثلا في ان انت تعمل ده او انك تتكلم بالانجلش، لكن اغلب بعدين بقيه الحصص هتلاقي نفسك انت بتعبر اكتر باللغه العربيه لان هو اصلا جاي يتعلم عربي او جاي يتعلم تجويد معاك او قران. فاهم قصدي؟ بس طيب معانا سؤال تاني جميل قوي بيقول نصايح للي عندهم تجربه وتوصيل المعلومه بشكل مبسط ما في مثلها، اعطنا مربط الفرس. طيب بص يا صديقي، بصراحه اول حاجه انصحك بيها وهي القراءه. انا اكتر حاجه ساعدتني في ان انا اخلي او يعني بفضل الله عز وجل ان يبقى كلامي طالع بشكل واضح ومخارج الحروف عندي الحمد لله شكلها واضح او مفهومه بشكل كبير، هي قراءه القران الكريم بالاحكام. دي اول حاجه. تاني حاجه وهي قراءتي للكتب. انا بفضل الله عز وجل بحب القراءه جدا، ويعني ممكن نعمل حاجه على الموضوع ديت لو انتم مهتمين، ولكن انا بالنسبه لي القراءه دي اهم حاجه هتساعدك ان انت تعلي حته الوضوح عندك في الكلام. دي كده اول حاجه. تاني حاجه جرب ان انت تشرح لاصحابك او اهلك. يعني ايه؟ يعني اللي عارفني كويس وقريب مني عارف ان انا بعشق حاجه اسمها نقاشات، ان ادخل اتناقش معاك في حاجه. فحته النقاشات ديت بتخليني انا او ساعدتني جدا ان انا اعرف اغير اسلوبي كل شويه عشان اقدر اوصل لك المعلومه واقنعك بوجهه نظري. تمام؟ فحته النقاشات او ان انت تشرح حاجه انت بتحبها لحد من اهلك من صحابك وهكذا مهمه جدا. طب وبعدين خد بقى او خليك مركز على الرياكشنز بتاعتهم. يعني ايه؟ يعني خليك مركز ان هم فهموا الحته ديت ولا ما فهموهاش، وابدا خد منهم فيدباك. الفيدباك ده بقى هيساعدك انت ان انت تعرف هم ايه اللي كانوا مركزين جدا معاك فيه وليه، وكمان ايه اللي هم تاهوا منك فيه. يعني ممكن يكون انت في لحظه معينه او في سياق معين انت اتكلمت بسرعه او اديت امثله اصعب من المتوقع فهم تاهوا منك، فانت هنا محتاج انك ترجع مره تانية وتعدل المره الجايه لما تيجي تشرح حاجه ان انت تدي امثله على قد عقل الشخص اللي قدامك وهكذا. دي كده تاني حاجه. تالت حاجه وهي انت محتاج تسجل لنفسك وما تنشرش. يعني ايه؟ يعني مثلا سجل لنفسك فيديو انت بتشرح حاجه او انت بتتكلم في شيء معين،
وابدا مثلا احتفظ بالفيديو ده، وابدا صور فيديو تاني خلاص وشوفه، خد فيدباك على نفسك وامسحه، واحتفظ بالاولاني، وابدا صور واحد تالت. التالت ده هو اللي هتقارنه مع الاولاني، وهكذا. الموضوع ببساطه هي عباره عن خطوات بسيطه صغيره، ولكن انت بتستمر عليها وبتكررها، وهتلاقي نفسك مع الوقت انت بتدخل اي موضوع او بتحاول تتكلم في اي موضوع، بتحاول تجيب الخلاصه او بتحاول تفيد اللي قدامك بالطريقه اللي مناسبه ليك انت او مناسبه للشخص اللي قدامك. بس كده. طيب معانا برضو تعليق مهم قوي، احنا جاوبنا على اغلبه ولكن في جزئيه في الاخر مهمه قوي. اخونا محمد علي بيقول بعد اذنك ممكن سؤال، انا في مشكله عندي وهي في مهاره الاستماع، وهي اني وانا بسمع الفيديو انا عارف اغلب الكلمات اللي بقولها اللي بيقولوها في الفيديو او اللي بيقولها في الفيديو، لكن مش عارف معناها، لكن مش عارف معناها الترجمه، وجمل كامله عارف كلماتها بس مش بفهمها بسبب كلمه مش عارف ترجمتها. ازاي احل المشكله دي؟ وبرضو حاجه تانية، لو انا عارف جمل ومحادثات محفوظه، ازاي اوصل للاستخدام الحر للغه بحيث اني اتكلم في اي موضوع في دماغي؟ طيب خلينا نمسك حاجه الاول يا محمد. اول حاجه، مشكله انك عارف الكلمات بس مش فاهم المعنى الاجمالي، دي بتحصل يا صديقي لان زي ما كنا اتكلمنا في بدايه الفيديو ان عقلك بس مركز ان هو يترجم ترجمه حرفيه. يعني عقلك بيحصل له بلوك، ان هو بيبقى مثلا فاهم جمله في كلمه بس في الاخر مثلا هي مش فاهمها، كل الجمل اللي هتيجي بعد كده هو بيعمل لها ايه؟ بلوك، مش هتفهم حاجه عشان انت وقفت عند الكلمه اللي انت محتاج تفهم هي معناها ايه. ودي احنا محتاجين نرجع ل حته الاكتيف ليسننج والفاست بروسيسنج، ان انت مش محتاج والله ان انت تفهم كل كلمه بتتقال في الفيديو او من الشخص اللي قدامك، انت محتاج تفهم السياق ككل. لو فهمت السياق ككل يعني انت زي الفل كده، والاجانب نفسهم بيعملوا كده. جميل. الحاجه الثانيه وهي مشكله ازاي اوصل للاستخدام الحر واتكلم في اي موضوع. خلينا اصحح لك يا صديقي مفهوم وهمي وللاسف بيجيب احباط لناس كتير قوي، وهو ان انا محتاج اوصل ان انا بتعلم لغه انا المفروض اوصل فيها المستوى ان انا اقدر اتكلم في اي موضوع في اي وقت ومع اي حد. للاسف ده يعني حاجه مغلوطه او مفهوم مغلوط عن تعلم اللغات. عايز افاجئك يا صديقي بحاجه، وهي ان النيتيفز نفسهم في مواضيع لو انا جيت فتحته معاهم مش هيعرفوا يكلموني فيها. هم ايوه هيبقوا فاهمين المعاني او هيكلموني بشكل عام، لكن مش هيعرفوا يكلموني في المجال او في الموضوع ده بشكل عميق. ليه؟ لاني مش تخصصهم. او مثلا لو جيت جربت تتكلم نيتيف سبيكر في السياسه مثلا، في الاقتصاد، في البيولوجي، في سيكولوجي، مش هيعرف يتكلم معاك فيه. هيقول لك اللي هو فاهمه في المجال، بس تعرف تستفاد منه بحاجه، تعرف تطلع منه بمعلومات قيمه وهكذا؟ مش هتعرف. لاني مش من الطبيعي ان احنا نعرف نتكلم في كل حاجه، ده مستحيل. وتعالى بص علينا احنا بنتكلم عربي. هل انا لو جيت فتحت معاك موضوع مثلا زي الطب البشري، زي صاحبنا اللي كان بيدرس طب بشري، لو جيت حاولت اتكلم معاك في الطب البشري هتعرف تكلمني؟ في الاغلب لا. انت لو جيت تكلمني في موضوع زي الحفاظ على البيئه مثلا، هعرف اكلمك؟ والله ابدا. وبالعربي يعني انا دلوقتي بكلمك في العربي في لغتنا الام، مش هعرف اكلمك. انا ممكن ادي لك معلومات، ادي لك حاجات انا فاهمها، لكن مش عارف افيدك بشكل ايه؟ بشكل كبير. ومش عارف اكلمك مثلا نص ساعه في الموضوع ده او ثلث ساعه في الموضوع ده. انا اخري ممكن يكون مثلا 10 دقائق مثلا، ربع ساعه مثلا بالكتير قوي يعني. فهمت قصدي؟ فده النقطه الثانيه. طيب الصح والحل للموضوع ده ايه؟ الحل يا صديقي زي ما ذكرت قبل كده ان انت محتاج تركز على المواضيع الاساسيه واليوميه. زي ما ذكرت في من حوالي 4 دقائق او 5 دقائق مثلا، ان انا شاركت معاكم اللي هي السبيكن تشاينيز سبيكن رود ماب، ان انا وريتكم انا لما بتعلم، انا حاليا بتعلم صيني، انا ايه السياقات او ايه المواضيع اللي انا حاططها لنفسي عشان اقدر امشي عليها. فيا ريت ترجع لها، هتفيدك جدا. سؤال جميل برضو معانا من بشوي، بيقول هو في كورسات او سكيلز ازاي اتكلم بلباقه زي حضرتك كده، لاني انا كلامي سريع وساعات مش مفهوم للي قدامي. طيب اول حاجه بشوي، يعني طبعا احنا الجزء الاولاني من السؤال احنا ذكرناه، هو اللي ساعدني ان انا اوصل لحته اللباقه او الوضوح في الكلام هو قراءتي للقران الكريم وقراءتي للكتب ودخولي نقاشات وشرح مع الناس اللي حواليا. يعني ارجع اقول لك مره ثانيه، انا اغلب الناس اللي حواليا والناس القريبه مني
يعني عارفين كويس ان انا لو بدخل نقاش او بدخل شرح معين انا ما بقفش قبل ربع ساعه بدون مبالغه يعني. خلاص طبعا الموضوع بحاول اعمل كنترول عليه، بس انا فعلا بحب النقاشات وبحب الشرح وبحب ان انا اوصل او ادي فاليو للشخص اللي قدامي، ولكن طبعا كل موضوع وليه ليه اضراره يعني، فمحتاج ان انا اكنترول على الموضوع ديت. دي كده كحاجه. طيب ايه التكنيكس اللي انت محتاج تعتمدها في الموضوع ديت، اللي هو الجزء الثاني بتاع سؤالك اللي هو انا كلامي سريع. خليني قبل ما اقول لك التكنيكس ديت، خليني اقول لك ان انا كنت من الناس اصلا اللي كنت بتكلم سريع لدرجه ان الناس ما كانتش بتفهم انا قلت ايه، فكنت بضطر ارجع اعيد كلامي مره تانية، واحيانا والله ما كانوش بيفهموا برضه، فكنت اضطر ان انا اعيد كلامي للمره الثالثه واغير طريقه شرحي للموضوع. طيب حليت الموضوع ده ازاي؟ حليت الموضوع ده يعني بتو تكنيكس جمال قوي. اول تكنيك هو الوقفات القصيره. انت لو خدت بالك دلوقتي معايا انا بقف بقول جمله وبقف زي ما دلوقتي بيحصل قدامك، خلاص؟ فده اسمها الوقفات القصيره، ان انا بقول جمله وبسيبك اقل من يعني فهمته ثانيه انت عقلك يستوعب انا قلت ايه، وابدا اقول لك الجمله الثانيه. وده التكنيك الثاني. فانا بستخدم اول تكنيك اللي هي الوقفات القصيره، والتكنيك الثاني ان انا بقول تشانكس، ما بقولش كلمات وما بقولش جمل طويله، لا انا بقول جمله متوسطه او قصيره بحيث انت عقلك يقدر يستوعب انا قلت ايه. فهمت قصدي؟ بس وطبعا ارشح لك حته ان انت تسجل لنفسك بقى وتدخل نقاشات وتدخل ان انت تشرح حاجه حتى لو مع نفسك او مع جيميناي، ده هيساعدك جدا. معانا سؤال تاني من اختنا علا وسؤال جميل بيقول my level is B2 I stuck in this level for years can you tell me how to improve my speaking level to C1 in 4 months because I need it tell me especially about shadowing in this level how it should بي. طيب خلينا نمسك اول جزء من السؤال اللي هو حته ان الشخص واقف في ليفل معين ومش قادر يدخل على الليفل اللي بعده. في الحاله بتاعت علا هي واقفه في بي 2 وعايزه توصل لسي 1. انا دايما برشح في الكيس ديت ان انت محتاج تتكلم مده اطول ومحتاج تسمع لحاجات مده اطول، طبعا الحاجات دي تكون مناسبه للليفل بتاعك مده اطول. ليه دايما برشح ده؟ لاني انت واصل لمستوى اكون صادق معاك، انت لو جربت تدخل اي كونفرسيشن انت الكونفرسيشن دي بالنسبه لك منتهيه. ليه؟ انا بتكلم على الكونفرسيشن البسيطه يعني لاني عقلك واصل لمستوى اعلى من كده، فانت بالنسبه لك المحادثات البسيطه او الكلام لمده دقيقه او دقيقتين او 3 دقائق او حتى 5 دقائق دي بالنسبه لك كلام فاضي يعني. فانت محتاج تطول مده اللي انت بتسمعه ومده اللي انت بتتكلمه، او لو في موضوع عايز تحكيه او تتناقش فيه او حتى تحكيه او تلخصه، خلي الكلام بتاعك مدته تطول على قد ما تقدر. طب تطول لحد فين؟ دي على حسب قدراتك انت، على حسب مثلا انت ممكن توصل لحد ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، مفيش مشكله. لو تقدر توصل لابعد من كده قشطه مفيش مشكله، ولكن يكون كلامك ديت بشكل ما مهندل ومظبوط، ما تتكلمش وخلاص وبعدين تيجي تسمع او تشوف نفسك تلاقي ان انت الدنيا بايظه قوي معاك، لا. وانا دايما برشح ان انت اعلى حته حته. يعني مثلا انت دايما متعود انت تتكلم دقيقتين او 3 دقائق مثلا، خليهم 5 واسمع لنفسك، بعدين عدل، بعدين خليهم 10 وهكذا. فاهمين قصدي؟ دي كده الحاجه الاولى. وفي سؤال تاني طبعا من علا، طبعا حته الشادونج يا علا ان شاء الله هننزل حلقه مخصوص على موضوع الشادونج ديت. طيب هي طبعا كان علا ليها سؤال تاني بتقول ممكن تعمل حلقه عن كيفيه الشادونج، انا لسه كنت بجاوبك اهو، خصوصا اللي مستواهم بي 2. انا هتكلم في الحلقه دي في الفيديو ديت على كل المستويات، يعني الشادونج ازاي نعمله على كل المستويات ان شاء الله. هي بتقول لي كم ساعه في اليوم وايش واعمل شادونج لايه وهكذا، يعني ابشر ان شاء الله يا علا. معانا سؤال تاني من اخونا شادي بيقول ممكن خطوات بترشيحات للمصادر اللي ممكن امشي عليها. ابشر يا شادي ان شاء الله في حلقه برضو هنتكلم فيها عن المصادر. انا تقريبا مع كل حلقه هتكلم عن المصادر، فاهم قصدي؟ يعني مع الاكتيف ليسننج هتكلم ايه المصادر، مع الشادوينج هتكلم ايه المصادر وهكذا. جميل. ولكن عشان تكسب وقت لحد ما الحلقات دي تنزل، انت ابحث على يوتيوب عن حاجه اسمها ايزي انجلش، وهتلاقي قنوات بتنزل قصص جميله جدا وبسيطه جدا وعلى شكل زي هيئه كرتون او حاجه كده، ممتعه جدا بصراحه، هتستفاد منها كتير قوي ان شاء الله. معانا سؤالين بخصوص بريبلي. السؤال الاول جايه من اختنا فاطمه اعتقد، هل تنصح بدخول بريبلي لتدريس اللغه العربيه والمستوى في الانجليزي مش احسن حاجه ولا بلاش؟
والسؤال الثاني بيقول من اكونت ارابيك حاجه، ارابيك ان قران اعتقد توتر، ممكن تقول لنا ازاي نعلم لغه عربيه للاعاجم؟ وانا بعرف اعلم القران اعتقد هي عايز تكتب القران او هو عايز يكتب القران. انا بعرف اعلم القران فقط، لكن ازاي اعلم محادثه ولغه عربيه عامه؟ طيب الفيديو موضوع بريبلي بشكل عام يا جماعه، زي ما ذكرت في بدايه الفيديو ان انا بفكر ان انا اعمل فيه سلسله نتكلم فيها باستفاضه عن الموضوع ديت، ولكن برشح انك تشتغل على بريبلي او تبداي على بريبلي حتى لو الانجليش بتاعك مش افضل حاجه. ايوه برشح ده وبقوه، لاني اصلا بريبلي هو اللي ساعدني ان انا مستواي يعلى في التحدث بالانجليش، مش اي حاجه تانية بالمناسبه. يعني طبعا في حاجات تانية كتير، ولكن انا بتكلم انه ايه اكتر حاجه ساعدتني هو بريبلي والشرح على بريبلي. اخر سؤال معانا ان شاء الله وهو من يوزر نيم غريب شويه. استاذ اني ارغب بتعلم الانجليزي وما عم اقدر اوصل لشيء معين اعتمد عليه. اني باقي لي فقط 3 اشهر وبخلص وقتي وبعده تبدا المدارس اتمنى تساعدني. طيب انا شرحت الموضوع ديت في بدايه الفيديو، شرحت السيكونس الرباني وايه السيستم اللي احنا المفروض نمشي عليه عشان نقدر نوصل لنتيجه ملموسه. فاستاذنك ارجع لبدايه الفيديو كده شويه، قدم شويه، هتلاقيني شرح الموضوع ده بالتفصيل. الحمد لله احنا كده وصلنا لاخر الفيديو، واعتقد الفيديو ده يعني كان من اطول الفيديوهات اللي انا عملتها. فاتمنى يكون كلامي كان مفيد ليكم وواضح وعملي ليكم. وحابب اذكركم في الاخر بحاجه مهمه جدا تاني انا ذكرتها في اول الفيديو، وهو يا شباب المشكله والله مش في ذكائكم ولا في الوقت بتاعكم ولا في ان اللغه الانجليزيه هي لغه صعبه ولا اي حاجه من الكلام ده كله. المشكله الكبيره في النظام اللي احنا كنا ماشيين عليه وكبرنا عليه. فعايز منكم شويه شجاعه ان انتوا تكسروا النظام التقليدي ده في التعليم، لان هو الوحيد اللي معطلنا كان كلنا، ودلوقتي هو العقبه الوحيده بالنسبه لكم عشان تقدروا تدخلوا على نظام وسيستم جديد وتقتنعوا بيه. يعني انا بقابل ناس لحد الان يا شباب مش مقتنعه بالكلام اللي انا ذكرته في الفيديو، بتقول ازاي ما نتعلمش جرامر، ازاي ان احنا ما نركزش على الكتابه والقراءه، ما دول مهارات واحنا لازم نركز عليهم. والله مهما كنت بشرح لهم برضه هم مش مستوعبين ده، وانا مديهم عذرهم، لاني هم كبروا وتربوا على سيستم كان ماشيهم في اطار معين، في فريم ورك معين، والفريم ورك ده للاسف او السيستم ده هو نفسه اللي موصلهم لعقبه ان هم مش قادرين يتكلموا، ولكن هم مش قادرين يعترفوا بده. فانا استاذنكم، عايزكم تبقوا عندكم مرونه اكبر من الناس دي، وتحاولوا انتوا تكسروا السيستم ده وتخلقوا او تستخدموا سيستم جديد اللي انا رشحته لكم بس. وانا دايما مؤمن بفكره التجربه. ممكن اكون غلطان، يعني ليه لا؟ صح؟ انا عايزك تجرب السيستم ده وتقول لي والله جاب معايا نتيجه يا محمد بارك الله فيك، او لا يعني انت غلطان، كنت الموضوع ده او السيستم ده ما جابش معايا نتيجه. خلاص مفيش مشكله، يعني مش هتخسر حاجه. خلاص. وفي نهايه بقى الفيديو ديت يعني زي ما اتفقنا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم.